حاجه محتاجاها مصر دلوقتي غير الميه والكهرباء والطاقه والكلام ده، مصر محتاجه زعيم. مطلوب زعيم. اول ما هتدور على كلمه زعيم او ليدر في الانترنت هتلاقي اول كلمه بعدها فيجن او رؤيه. رؤيه طبعا بالهي مش بالالف، مش قاعد بيحلم يعني. الرؤيه عند الزعيم هي الفكره. الراجل ده شايف او الست دي شايفه البلد دي رايحه كمان 20 30 50 100 سنه قدام هتبقى عامله ازاي. الزعيم عشان يطبق رؤيته للبلد لازم يشرك الناس معاه في كل حاجه، يقول للناس الاول هو عاوز البلد دي تبقى عامله ازاي كمان كام سنه، ويشركهم في صناعه القرار. بس اول ما استقرينا على قرار خلاص ديمقراطيه القرار وديكتاتوريه التنفيذ. لازم كل اهداف اي رؤيه للزعيم تكون محدده بوقت وتكون اهداف واقعيه، يعني ما ينفعش مثلا اقول دلوقتي في 2013 عايز مصر تطلع القمر كمان سنتين، حاجه مستحيله. شفنا من اول التاريخ ولغايه دلوقتي زعماء كتير قوي حققوا رؤيتهم لبلادهم وحققوا نجاحات كبيره جدا. وطبعا اشراك الشعب في القرار ده مش زي اللي حصل في الحوار الوطني اللي هو كان مع الاسف يعني. نقدر نسرب معلومات على سبيل المعلومات الاستخباراتية إن مصر بتسعى لشراء نوع معين من الطيارات لتزويد الطيارات في الجو، إن مصر بتسعى إلى كذا. وده طبعا اللي مبين سبب النكسة اللي احنا فيها في مصر من سنين، إن مفيش حد عنده رؤية واضحة مسك البلد أو مسك أي موقع قيادي في البلد من سنين طويلة جدا. وعلى مدار التاريخ شفنا زعماء كتير قوي بيحققوا رؤيته. مش شرط تكون الرؤية دي كانت صح أو غلط. هتلر كان عنده رؤية ونفذها وفشلت في الآخر. نابليون كان عنده رؤية. شارلز دي جول كان عنده رؤية. كل الزعماء دول كان عندهم رؤى، بس هل الرؤية دي كانت صح ولا غلط؟ ده اللي التاريخ بيحكم عليه في الآخر. وعلى قد ما شفنا زعماء كانوا في الصورة على مدار التاريخ وهم اللي نجحوا في تطبيق رؤيتهم، على قد ما أغلب الزعماء دول كانوا متأثرين بأفكار أو كتب أو قراءات فلاسفة تانيين أو علماء تانيين. بعيداً عن الأنبياء والديانات السماوية، ما نقدرش ننكر إن أفكار الفلاسفة والعلماء في الماضي وفي الحاضر هي اللي غيرت وجه التاريخ. مش شرط عن طريق العلماء والفلاسفة دول، عن طريق الناس اللي اقتنعت بأفكارهم. على قد ما كانت أفكار الفلاسفة في العصر الإغريقي الروماني الفارسي والإسلامي أفكار بحتة عن معاني الحياة وأفكار مش معقدة ومش تفصيلية، على قد ما بدأت الأفكار دي تتعقد أكتر وتتفصل أكتر في عصر النهضة في أوروبا. أفكار فلاسفة ومفكرين عصر النهضة هي اللي أدت لأغلب التغيرات اللي حصلت في العصر الحديث في التاريخ كله، من ثورات، حروب، كل الأحداث. أفكار وآراء فلاسفة عصر النهضة في أوروبا واللي استمدوها أساساً من قرايتهم لفلاسفة الإمبراطورية الإسلامية والفارسية والصينية والفرعونية حتى، هي دي اللي بدأت تغير فكرة الزعيم المحارب للزعيم السياسي أو الاقتصادي. وبدأت الأفكار الاقتصادية والسياسية تغلب على الأفكار الحربية، زي آدم سميث وفكرة الرأسمالية اللي استمد منها النظام الرأسمالي، وأفكار كارل ماركس اللي أدت في الآخر للنظام الشيوعي البيروقراطي. وبدأت أفكار جديدة تبان في العالم في آخر 200 أو 300 سنة، وبدأت كتب تغير وش العالم خالص، زي الدولة اليهودية لهرتزل اللي أدى لوجود الصهيونية ودولة إسرائيل، والفريضة الغائبة لعبد السلام فرج اللي أدى لتكوين أغلب الأنظمة الجهادية الإرهابية. وزي ما شفنا إن بعض الأفكار أدت لدمار دول على إيد زعمائها، بعض الأفكار التانية أدت لنهوض دول ووصولها لأعلى المراكز على إيد زعمائها برضه. شفنا في آخر 40-50 سنة ماليزيا، اليابان، سنغافورة، الصين، البرازيل، الهند ودول تانية كتير قوي زعمائها نجحوا ان هم ينقلوها نقله نوعيه في 40 سنه. زي ما شفنا لولا دا سيلفا في البرازيل، نهرو في الهند، ماو تسي تونج في الصين. الناس دي صعدت بالدول من دول فقيره مش لاقيه تاكل لاكبر دول في الاقتصاد في العالم كله دلوقتي. دول تانية زي امريكا والمانيا واليابان كان عندهم بنيه تحتيه قويه جدا من العقول. المانيا بعد ما اتسهدمت واتساوت بالارض سنه 45، سنه 54 اخذوا كاس العالم في الكوره. يمكن ما يكونش ليه علاقه بالاقتصاد وكده، بس ده دليل ان الناس دي ما بتيأسش ابدا. اغلب الدول اللي اتكلمنا عليها دي عندها ظروف طبيعيه وسياسيه واقتصاديه صعبه جدا وتعداد رهيب من الناس. بدل ما كانوا بيقولوا لنا انتوا كتير مش عارفين ناكلكم، كانوا المفروض يستغلوا كترتنا في مصر ان احنا ننهض بمصر. وزي ما احنا عارفين في اليابان بعد ما اتضربت بالقنبله الذريه بعديها بكام يوم كانوا الطلبه في المدارس بيتعلموا. كوريا الجنوبيه اللي في حرب دائمه مع كوريا الشماليه بتنهض بمعدل اروع من اي دوله في العالم. وادينا شايفين السامسونج والهونداي والكيا بيعملوا ايه في مصر. نور بكره لمصر ان يكون في شخص زعيم يلف حواليه الشعب كله
ويقول لنا عايز يروح بينا فين في 2030 40 أو 50، وإحنا كلنا نبقى وراه. ما يقسمش المجتمع أهل وعشيرة ودول بيحبونا ودول لأ، يا ريت. الزعيم ده زي ما هيقول لنا على رؤيته مصر 2040 لازم يساعد في تكوين نخب تحتيه تساعده على تحقيق الأهداف دي عن طريق التعليم، الإعلام والثقافة. ودينا شايفين الحرب على ال3 وزارات دول لغاية دلوقتي. احنا عايزين حد يقول لنا مصر سنة 2040 رايحة فين، عايزين رؤية مصر 2040. مطلوب زعيم لشعب طول عمره عظيم، لشعب كان فاعل زمان لكنه هان حتى انه صار.